بلا بيض وبلا فران. على ما توجدي الصينيه ديال اتاي ديالك كتكون حتى هي واجده. هذه هي الوصفه السحريه اللي كتنفعني مع ضياف الغفله، والنهار اللي ما كيكون فيا ما يوقف بزاف في الكوزينه كتجي رائعه ولذيذه بزاف. ضروري تجربوها، تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه كناخذ 2 كيسان ديال السميده رقيقه الخاصه بالبسبوسه والحرشه، كنضيف عليهم نص كاس ديال الزيت، واحد الساشيه ديال الفاني ومعلقه كبيره ديال السكر، وضيفوا حتى واحد رشيشه ديال الملح. انا نسيتها في هذه المرحله حتى من بعد عاد تفكرتها وضفتها. صافي، وكتمزجوا المكونات ديالكم مزيان وكتبسبسوا ديك السميده حتى كتلبس كامله بالزيت. من بعد كنضيف معلقه كبيره ديال المربى وواحد الفرماجه مثلثه. بالنسبه للمربى كتستعملوا اي نوع كان متوفر عندكم. انا درت ديال المندرين، راني شاركت معكم الوصفه في الفيديو السابق. صافي كنمزج هاد المكونات هادو مزيان. من بعد كنضيف نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وخماره واحده ديال الحلوه من فئه 8 غرام، وكنضيف 2 كيسان ديال الحليب اللي يكون دافي. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نحتفظ بهم جانبا باش هذيك السميده كتشرب غير واحد 5 ديال الدقائق على ما نوجدوا المقيله ديالنا ونرجعوا للخليط. هنايا كتاخذوا مقيله اللي تكون ما كتلصقش، كدهنوها بالزبده، وغادي ندير لها واحد الرشيشه خفيفه ديال السميده. من طبيعه الحال السميده اللي خدمت بها الخليط، السميده اللي كتكون خاصه بالحرشه وبالبسبوسه. صافي، وكنجيب هذاك الخليط اللي كيكون تشرب. شوفوا لي القوام ديالو كيفاش كيكون، يعني ما كنخليش مده طويله كيف قلت لكم، ما بين 3 و5 ديال الدقائق على ما نوجد المقله ديالي فقط. كيكون القوام ديالو عقاد وفي نفس الوقت كيكون باقي سائل. صافي كنوزعو في ديك المقيله وكنغطي عليها وكنحطها على نار اللي كتكون مهيله بحال الشميعه. كنخليها تقريبا 10 ديال الدقائق، 15 دقيقه، حتى كيبانوا لي هاد الجوانب بانهم بداو كيتحمروا. هنا حليتها هكا من الجوانب واحد شويه وقلبتها من الوسط، لقيتها ما ناشفاش، باقيه شويه سائله. فغادي ندير ليها واحد رشيشه ديال السميده وغادي نستعمل ورق الطهي. عاد غادي نقلبها باش ما كيتخسرش ليا الشكل ديالها. الا قلبتوها ولقيتوها باللي نشفات من الوجه ديالها، فكديروا غير الشيشه ديال السميده وكتقلبوها مباشره في اي طبق كان متوفر عندكم. الشكل ديالها راه كيبقى زوين. صافي هنا غادي نخليها كتكمل التحمار ديالها من الجهه الثانيه. شوفوا لي ما شاء الله على اللوين اللي كيجي فيها، كيجي واحد اللون موحد ورائع بزاف. غير النار تكون مهيله باش ما كتخطفش وما كتحرقش وكطيب على خاطرها. صافي بعد ما كطيب ليا من الجهه الثانيه كنقدمها. دهنتها بالمربى. انا استعملت في هذه الوصفه هذه مربى المندرين، راني شاركت معكم الوصفه في الفيديوهات السابقه. الصراحه كيجي غزال ولذيذ بزاف. تقدروا تعوضوه باي نوع اخر ديال المربى، يعني تقدروا تستعملوا ديال المشماش او ديال الخوخ اللي متوفر عندكم. اهم حاجه ما ديروش هذاك المربى اللي كيكون مطحون، باش كتحصلوا هكا على دوك القطع ديال الفواكه في وسط ما الحريشه ديالكم. يعني شوفوا لي راه كيبان دوك القطع ديال المندرين صغيورين لانني ما طحنتوش. وشوفوا لي الهشاشه ديال هاد الحريشه هذه كيفاش كتجي. هاد الحرشه هذه مختلفه على اي حرشه جربناها من قبل، لانها ما كتكونش مالحه، حلوه. يعني درنا فيها كميه مهمه ديال السكر، الفاني، المربى. كتجي حريشه حلوه في المقله، ساهله وسريعه. البنات اللي بغاوها مالحه ينقصوا من السكر ويزيدوا الكميه ديال الملح. انا بالنسبه لي درت غير قبيصه صغيره لتحسين الذوق فقط. هاد الوصفه ضروري تسجلوها عندكم، غادي تنفعكم مع ضياف الغفله ومع وليداتكم في الفطور والكوتي. والى اللقاء.